إليزابيث باثوري، المعروفة أيضاً باسم كونتيسة الدم، ولدت في عام 1560 في عائلة نبيلة مجرية قوية من آل باثوري، التي كانت تمتلك أراضٍ واسعة في مملكة المجر. كانت إليزابيث ذكية ومتعلمة، وتزوجت في سن ال15 من الكونت فرانسيس نادسدي، الذي كان يلقب بالفارس الأسود بسبب قسوته في الحروب ضد العثمانيين. عاش في قلعة تشيتي في سلوفاكيا الحالية، وأنجب 4 أطفال. مع مرور السنين، وبعد وفاة زوجها في عام 1604، بدأت الشائعات تنتشر عن سلوكيات إليزابيث الغريبة. يقال إنها كانت تجمع فتيات شابات من القرى المجاورة، غالباً من الطبقات الفقيرة، تحت ذريعة توظيفهن كخادمات في القلعة. لكن داخل جدران القلعة، تحولت الأمور إلى كابوس مرعب. وفقاً للشهادات التي جمعت خلال التحقيقات، كانت إليزابيث ومساعديها يعذبون هؤلاء الفتيات بطرق وحشية: ضرب بالسياط، حرق بالحديد الساخن، قطع أجزاء من الجسم، وغمر في الماء البارد حتى الموت. الأسطورة الأكثر شهرة تقول إنها كانت تغتسل بدماء الضحايا للحفاظ على شبابها وجمالها، معتقدة أن دماء العذارى لها خصائص سحرية. ازداد عدد الضحايا، ويقال إنها قتلت ما بين 80 إلى 650 فتاة، مما جعلها واحدة من أكثر القتلة المتسلسلين في التاريخ. في عام 1610 أمر الملك ماتياس الثاني بتحقيق في الأمر، وداهم الكونت جيورجي ثورزو القلعة في 29 من ديسمبر. وجدوا جثثا مبعثرة وفتيات محتجزات في زنازن، بعضهن مصابات بجروح فظيعة. تم اعتقال إليزابيث ومساعديها، وأعدم 3 منهم بعد محاكمة، بينما حكم عليها بالسجن المؤبد في غرفة صغيرة في قلعتها، حيث توفيت في عام 1614 بعد 4 سنوات من العزلة.